اوكي. اول ما هخلص هكلمك. يلا مع السلامه. مع السلامه. يا استاذ مصري، ايه ده روحيه؟ حضرتك هتطلع السلم هتدفع 10 جنيه، هتطلع بالاسانسير ان شاء الله هتدفع 15 جنيه. يوه هي اسطوانه كل يوم في ايه يا روحيه؟ ايه اللي حاصل؟ روحيه كده حف. لا يا اخويا اسمي المعلمه روحيه، اقف عوج واتكلم عدل، ولو مش مصدقني اسال ريكو. ريكو مين؟ ريكو. قصدك الكلب؟ وايه دخل الكلب في كلامنا ده؟ ما انا لما لقيتكم يا اخويا ما حدش عايز يدفع الفلوس وتتعاونوا كده عشان نعمل صيانه للعماره من بره، قلت اتصرف بطريقتي. لا انت كده اكيد اتجننتي رسمي يا روحيه. وبعدين انت عمارتي شقتي فيها، يعني ما تقدريش تمنعيني. لا اقدر بقى يا اخويا، اخلي بقى ريكو يتصرف. لا خلي ريكو في حاله. وبعدين خلي بالك اللي انت بتعمليه ده غلط يا روحيه. المعلمه روحيه. استاذ مصري زي حضرتك. اهلا يا فندم. مع حضرتك المذيعه سميح من قناه مش مسامحينك. مذيعه مين يا فندم؟ ومن قناه ايه؟ انا كده فهمت، اكيد بتعملوا كاميرا خفيه صح؟ تمام، والكاميرا هناك اهي. ايه راي حضرتك؟ يستاهل والله جارنا اللي اسمه مصر ده، اترعب لما شاف الكلب. الحقيقه المعلمه روحيه دي رعب لوحدها، بس دي بقى فكره جباره. راجل مليونير بيصرف كل شهر قد كده ومش عايز يدفع 50 جنيه لصيانه العماره كلها. الحقيقه يا حبيبتي في ناس كتير كده يدفعوا على شققهم ملايين ويجوا لعند العماره ما يرضوش يدفعوا ملاليم. تفتكر يعني هيخاف من الفضايح ويدفع؟ اللي زي مصر ده لازم قانون يجبره، ما بيهموش الفضايح. طب ايه رايك بقى اعلي التلفزيون شويه عشان نسمع الصوت كده ونشوف هيعمل ايه؟ ولا هيعمل حاجه، هيضحك عليهم ويطلع برضه، ده مصري وانا عارف. على فكره انت مذيعه بجد، شكلها مذيعه بجد واموره كده وحلوه كده، مش زي ناس. وفرصه اتكلم مع المشاهدين بتوعك بقى عن سلوكيات الناس في العماره بتاعتنا. خلص يا سي الاستاذ مصري، خلصنا. هتدفع ولا اتصرف بقى معاك بريكو؟ لا ولا بيهمني ريكو ولا بيهمني اي حد. انا ما بخافش من ريكو. واضح ان الاستاذ مصري خايف، صح؟ لا واخاف ليه؟ اخاف ليه يا استاذه؟ اخاف ليه؟ وريكو بقى هو عادي، يعني ايه المشكله يعني؟ وادفع فلوس غصب عني ليه؟ انا ما بخافش. ها يا جماعه، ايه مالكم؟ في ايه؟ في ايه يا نسمه؟ ده التلفزيون هيصورنا. يا استاذ نسمه انت والاستاذ تامر، طالعين النهارده بقى سلم بالصلاه على النبي ولا اسانسير؟ لا سلم يا معلمه طب هاتي يا روحيه. اختي ايدك على 10 جنيه. اتفضلي. ليه يا نسمه؟ ما تخليها اسانسير بقى. يلا يا تامر. ايه ده الموضوع بجد ولا ايه؟ انت بتدفع الناس فلوس؟ ده حقيقي، ده بتهرج، ده جريمه. اللي انت بتعمليه ده ايه؟ جريمه. انت بتدفع الناس باي حق دفعهم فلوس. استاذ مصري ده مش موضوعنا، احنا دلوقتي بنتكلم قدام الملايين وعايزين نعرف هل حضرتك هتدفع وهتشارك ولا لا؟ لا طبعا مش هدفع ولا هشارك. مش هدفع. لا. طيب انا هخلي بقى ريكو يقلعك مالتي ويدفعك غصب عنك. يا ريكو. لا ريكو مين؟ اشهدي يا استاذه. سميح من قناه مش مسامحينك. اشهدي يا مش مسامحينك ده. اشهدي ان الست دي هي وريكو بتاعها مفتريين. الله العظيم، ايه اللي بيحصل ده؟ معقوله اللي بيحصل ده؟ عشان انتوا ما بتصدقونيش، انا طول عمري بقول لكم ان مصر ده جلد بخيل. والله يا بابا ده كان مرعوب، واقف مرعوب وخايف وحالته حاله. وبعدين فيها ايه لما يدفع زيه زي الناس بقى؟ ايوه اسم الله عليك انت يا اخويا، اسم الله عليك يا اخويا، انت بتدفع قوي. ادعي البنت اللي بتدفع لك. ما هو بصراحه يا بابا انت كمان عامل زي الاستاذ مصري ده، حتى ما بتدفعش في صيانه العماره. ليه يا اختي؟ انا السنه اللي فاتت بس دفع 120 جنيه ينطح جنيه. استنى يا عمي، 120 جنيه ايه؟ 120 جنيه في 12 شهر، يعني انت بتدفع في الشهر بس يا عم 10 جنيه بس. انت يا ابني بتحسبها لي ازاي يعني؟ انت يعني اللي بتدفع قوي؟ انت اللي ودى فيها قوي؟ انت زغرته اللي ما انتش غرمانه. ادعي لبنتي، ادعي لها اللي بتدفع لك كل حاجه يا اخويا. يا بابا ده انت بقالك شهرين ما بتنزلش من البيت عشان ما تدفعش. ولما بتنزل في الفجر والمعلمه روحيه نايمه عشان ما تشوفكش. ما دي الشطاره يا خايب يا غبي، ان انا اطلع وانزل محدش يحس بيا، مش زي مصري اللي فضايحه على الهوا وبقت بجلاجل. ادعي لبنتي اللي بتدفع لك. زغرتي اللي ما انتش غرمانه يا جبله، وبعدين انت تسكت خالص.
المعلمه روحيه. اهو كده ناس تخاف ما تختشيش. قولي بقى انك خفتي لا تعمل فيكي زي مصر. اقصد لا طبعا، انا بس بقول يعني ان عمارتنا اكيد محتاجه صيانه. ايوه محتاجه صيانه، بس احنا قاعدين في شقتنا، لا بنطلع ولا ننزل، احنا في الدور الارضي. ايوه بس برضه في النهايه دي عمارتنا، يعني اكيد النور محتاج والاسانسير والسلالم وكل الحاجات محتاجه صيانه. قولي بقى انك خفتي من روحيه لا تعمل فيكي زي مصر. بقول لك ايه، احنا لازم نديها اللي هي عايزاه، كمل على الفلوس دي واديها لها، احسن نفاجئ بيها داخله علينا في الشقه هنا، هنعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي كده؟ اكيد هي روحيه، اكيد روحيه. يا خرابي، اوعى تفتح لها، اقعد هنا، اعمل لها اللي هي عايزاه، اديها اي فلوس هي عايزاه، لا تعمل فينا زي ما عملت في مصري. بقول لك ايه؟ قومي شوفي انت مين اللي على الباب، قومي. لا يا قومي اخويا، شوفي وانا مين اللي على مالي، الباب. انا ماليش دعوه تعمل فيها زي ما عملت في مصري، قوم انت يا اخويا. اديني يا استاذ مصري مشيت الكلب، هبقى حكايتك ايه؟ هتدفع وتطلع ولا مش هتدفع وتخلع؟ على فكره بقى انا مخنوق منك انت ومن الكلب بتاعك ده، وبعدين ده اشهاد عليها ان اسلوبها فعلا سوقي. استاذ مصري، هو انا ممكن اسال حضرتك يعني قدام المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي سؤال بس تجاوبني عليه بصراحه؟ لا يا حبيبتي بقى، قبل السؤال والجواب هنشوفه الاول، هيدفع الفلوس؟ مفيش اسئله قبل ما يدفع. ها. لا يا روحيه، سيب الست تسال، اسالي يا مذيعه. احنا بس كنا عايزين نعرف حضرتك دلوقتي مصاريفك في الشقه كفواتير يعني تقريبا كام؟ غاز وميه وكهرباء. ما تفكريش بقى الفواتير، لان الكهرباء لوحدها 350 جنيه الشهر اللي فات بس. لا يا حبيبتي بقى، اساليه بقى السؤال الصح التمام، اساليه بقى الدليفري اللي رايح جاي ده هو بيدفع عليه كام؟ انت مالك انت يا روحيه تتدخلي كمان في الدليفري؟ انا باكل براحتي، انا حر. ايوه يعني كنا عايزين نعرف بس تقريبا مصاريف حضرتك في الشهر قد ايه؟ لعلمك بقى انت مذيعه قمر صحيح، بس اسئلتك خانقاني. وفي بنت دلوقتي في مصر اقل من 3000 جنيه في الشهر. ومستخسر يا اخويا تدفع 50 جنيه علشان نعمل صيانه للعماره؟ بذمتك ده يستاهل يسكن عندنا في العماره؟ روحيه انا مخنوق منك وانت زودتيها. بعد اذن حضرتك، يا ترى حضرتك ممكن توافق انك تشرفنا في الاستوديو ونعمل معاك حلقه على الهوا وتكون مباشره ونتناقش مع حضرتك في المواضيع دي؟ طبعا في الاستوديو ممكن، وبعدين ابقى جاي كده واقعد معاكم ونتكلم وبتاع، بس بشرط الست دي ما تكونش موجوده. يا ساتر على الملل، معقوله اللي بيحصل ده يا جدعان؟ ولسه هيكملوا كلامهم جوه الاستوديو؟ يا ساتر. يا عمي كل اللي انت شايفه ده كلام اعلام بس، وهتلاقي الاستاذ مصري متفق معاه مع الكلام ده يعني. متفقين ازاي؟ انت مش عارف المعلمه روحيه ولا ايه؟ دي ولا بيهمها اي حد. يا شيخ افتكر لنا حاجه عدله، لا تبص لها نطت لنا هنا دلوقتي. والله انا خايف لا يجونا هنا ويحرجونا ويبقى شكلنا وحش قدام الناس. طب ثواني يا جماعه هفتح الباب. طب بقول لك ايه، استنى، لو حاكم روحيه دي ب7 ارواح احنا شايفينها قدامنا، ممكن تلاقيها نطت لنا هنا. لو هي قول لها ان انا مش هنا. ها مسافر. مسافر. اهلا مدام ساره، ازيك يا حبيبتي؟ تمام الحمد لله. طب انا عايزه حاجه مهمه. معقوله؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده يا استاذ غالي؟ لا انت لازم تتصرف، الست دي اللي اسمها روحيه اتجننت خلاص. اتجننت؟ والله يا جماعه انا ما عاجبني الا الست روحيه دي، هي اللي عامله رعب في العماره كلها. تامر بقول لك ايه، انت تسكت خالص. طب وبعدين يا مدام ساره انت شايفه ايه؟ يعني نهرب ولا نعمل ايه؟ نهرب ليه؟ الشقق ملكنا وهي ساكنه زيها زينا يعني. يعني تفتكري الاخ مصري ده هيدفع فعلا ويسمع كلام روحيه دي؟ مصري يصرف جوه شقته بس، انما مليم احمر بره شقته ولا الهوا، انسى. أعزائنا المشاهدين، وزي ما حضراتكم شايفين معانا الشارع وسلالم العمارة ومدخل العمارة، كل شيء هنا بيغطيه الإهمال. ايه رايك يا معلمه روحيه؟ ايوه يا حبيبتي، بس ادخلي بقى اي شقه في الشقق اللي في العماره دهيت وشوفي الانتيكات والديكورات والملايين اللي مصروف عليها. ايوه دول صارفين فلوس قد كده. وهو ده السؤال اللي احنا جينا النهارده علشان نبحث فيه وندور له على اجابه. ليه اغلب السكان هنا مش بيتعاونوا في ان هم يدفعوا فلوس الصيانه؟ لا يا حبيبتي انا بقى مش هسكت. ايوه هم لو ما تعاونوش يحطوا الصيانه وينضفوا الشقه كده والعماره تبقى فله كده بتبرق كده اهوت، انا هخليهم يدفعوا بطريقتي. اذا اعزائنا المشاهدين انتظرونا، هيكون معانا في الاستوديو ان شاء الله نموذج من نماذج سكان العماره وهو الاستاذ مصري، وهنعرف منه اذا كان هيدفع ولا هيمتنع عن الدفع. انتظرونا قريبا. اهلا. الله، مالك يا شوقي مرتبك كده ليه؟
وانت كمان يا ساره في ايه؟ انا مرتبك ولا حاجه، انا بس خايف مصر وروحيه يجيبوا سيرتنا في البرنامج. يعني عايزه تفهميني ان انت مش خايفه؟ هنتفضح اهو، جيراننا هيفضحونا على اخر الزمن في البرنامج. اشمعنى بقى عمارتنا؟ عشان احنا زينا زي كل العمارات، الناس فيها ما بتدفعش. حق لله، الست ساره من احسن الناس، بنت اصول وبتدفع كل حاجه. والله انا اشهد ان انتوا الاحسن. هنقعد نشهد لبعض بقى، وروحيه تيجي في البرنامج وتقول كلام غير كده خالص. ايه ده ايه ده؟ استنوا البرنامج هيبتدي اهو. ما انت لو كنت دفعت كنت عافتنا من الفضايح دي. يا رب ما يدفع يا رب، عشان نعمله حجتنا ونعمل زيه وما ندفعش. قولوا يا رب يا رب. استنى نشوف ايه هيقول ايه بقى. سميح من قناه مش مسامحينك. ونرحب دلوقتي بضيوفنا المعلمه روحيه والاستاذ مصري. اهلا وسهلا بيكم. اهلا وسهلا. انا مبسوط قوي بالقناه ومذيعينها كل حاجه حلوه، كل حاجه في القناه جميله. المذيعه جميله، ربنا يخليك يا رب. وقمر. في ايه يا معلمه؟ بكلم المذيعه. في ايه؟ انت عايز تاكل بدماغ حلاوه ولا ايه يا استاذ مصري؟ سيبيه يا معلمه روحيه، سيبيه. كمل يا استاذ مصري. هو حضرتك كنت بتقول ايه؟ كنت بقول يعني المذيعه زي القمر. ميرسي. وبجد بجد يعني حاجه شياكه قوي. ربنا يخليك يا جماعه. انا عايزه كلمه واحده هنا قدام الكاميرا وقدام الناس. انا عايزه اعرف حضرتك هتدفع الفلوس اللي عليك ولا مش هتدفعها؟ صحيح يا استاذ مصري. هو حضرتك هتشارك في فلوس الصيانه ولا مش هتشارك؟ ايه؟ طبعا هشارك عشان خاطر حضرتك، بس عشان خاطر المشاهدين طبعا هشارك وهدفع، خاصه بقى لما يبقى الجيران بتوعي يعني جيران حلوين ومقططين. قصدي يعني وجدعان زي المعلمه روحيه كده. ايوه. طب المعلمه روحيه بقى بتقول لك انك هتدفع الفلوس توتو على كبوتو. نعم. توتو على كبوتو يا اختي. في ايه؟ يعني ايه؟ يعني كاش. نعم. لا بقى ده طعن بذمتي وانا لا يمكن اقبل ده. انا مش هدفع كاش، انا هدفع حين ميسره. حين ميسره ولا حين ما تهرب وتكت وما نعرفش نجيبك؟ ايوه ما انت جاري وانا عارفاك. بقول لك ايه، لو ما دفعتش هجيب لكم ريكو هنا في الاستوديو. لو النبي يا معلمه روحيه الله يخليك. ابدا. لا ريكو ايه؟ لا والنبي انا اصلا ريكو ده مش بحبه. يا استاذ مصري ما تشوف المعلمه روحيه وادفع لها الفلوس وخلص نفسك بقى. يلا حاضر عشان خاطرك، بس انا هخلص نفسي. بقول لكم ايه؟ خلاص يا معلمه انا عندي اقتراح يعني اسمعيه كده والساده المشاهدين برضه يسمعوه. ايوه. عشان خاطر المذيعه يعني. هي المذيعه الجميله الاموره دي هتدفع مكاني وانا اخر الشهر هحاسبها. نعم معلمه اتفضلي. شفتي؟ عرفت انه جاري وانا عارفاه. اركنوني بقى على جنب. انت هات الكاميرا عليا انت يا استاذ اللي واقف هناك كده اهو. انا عايزه اقول للمشاهدين كلمتين يا اخويا ابرك من جورنال. احنا عايزين نقول لهم ان هم لازم يدفعوا الصيانه. يدفعوا الصيانه ليه؟ لان في ميه وسباكه واسانسير ونظافه. شوف يا اختي هما بيصرفوا في بيوتهم قد ايه ويشيلوا حته كده وتقد كده للصيانه عشان البيوت ما تتربعش على دماغتنا وتقع تتهد واحنا ما بقاش عارفين نروح فين. خلاص انا قلت اللي عليا واشهدتكم يا مشاهدين يا حلوين انتوا يا قطايط. بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير او صباح الخير، اهلا بيكم. والحقيقه معظم بيوتنا محتاجه المعلمه روحيه بجد. يعني معظم الناس في كل بيت في كل عماره للاسف الشديد بيصرفوا كتير جدا جدا فعلا جوه الشقق بتاعتهم، لكن وقت ما نيجي نتكلم في صيانه العماره اللي احنا ساكنين فيها اللي احنا عايشين فيها، سواء بقى اسانسير سواء سلم سواء اناره سواء مدخل سواء اي شيء من ده، تلاقينا كلنا بنتكاسل. وده بقوله بجد. واحنا في الدراما دايما بناخد مواضيعنا من الواقع. وبشكر المعلمه روحيه اللي هي بتقول للناس فوقوا وحاولوا زي ما بتهتموا بجوه الشقه اهتموا بره الشقه. عمارتنا ده رمز لمصريتنا كلها، لبلدنا كلها، لانه في النهايه كلنا محتاجين نتعاون ونجتهد في اطار واحد ان احنا فعلا ننقذ بلدنا، ناخد بلدنا للمكان الافضل والاحسن.
هنتكلم النهارده في كل حاجه، والحاجه جاي نكمل رسائل غير طبيعي، وكم التواصل مع حضراتكم بيسعدني جدا وبيقلقني جدا، لاني متعود اكون دايما صادق معاكم في كل كلمه بقولها. اسمحوا لي في البدايه اشكر كل الناس اللي بيراسلونا حتى من خارج مصر، خاصه مدام لمياء اشرف بشكرها جدا. ومعلش لو الاستاذ هشام مشكور ان يجيب الصوره اللي هي جابتها من مجله فرنسيه، حاطين صوره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صوره غلاف مجله فرنسيه، وكاتبين جمله لطيفه جدا ان مصير العالم بيتحدد في مصر، ودي مش جديده، ده العالم كله وعبر تاريخنا بنقول دايما ده. بشكر جدا مدام لمياء اشرف بتراسلنا من لندن، وهي زميله صديقه بشكرها جدا. كمان الاستاذ احمد عبد الله من السعوديه نقل لي نبض الشارع السعودي وقد ايه بيحب مصر بشكل غير طبيعي. السعوديين بيحبوا المصريين جدا جدا، والحب والألفة مش عشان لغة واحدة ولا دين واحد ولا دم واحد ولا أخوة واحدة، لكن هي عبر التاريخ بتاع مصر مع السعودية فعلا بلد واحد. صورة الرئيس السيسي منورة مجلة فرنسية بشكل نفخر بيه كلنا كمصريين، وواضح قوي الكلام مكتوب طبعا بالفرنسي ان هو مصير العالم بيتحدد من مصر. بشكرها جدا الأستاذة لمياء أشرف. بشكر طبعا الأستاذة الهنوف من هولندا، بشكرها على كل تواصلها وغيرتها على مصر، هي سعودية الجنسية بس بتغار على مصر بشدة. الأستاذة الهنوف من هولندا بشكرها جدا. كمان العراقية الجميلة اللي كل حلقة بشكرها، الحلقة بذكرها بكل خير، الأستاذة بعت لي برضه كم فيديوهات يبكي، هنشوف النهارده فيديو منهم، فيديو واحد، لأنه كل كلمة بتقولها حقيقي، كل كلمة بتقولها يسرى الناصر الصحفية العايشة في كندا وهي عراقية بتبكينا كلنا على العراق وقت ما كان عراق بجد، ودلوقتي أصبح دويلات وأصبح صراعات وأصبح عندهم النهارده حتى البرلمان بيتخانق، وبقى في 2 برلمان و2 حكومة و2 رئيس وحاجة كده ملهاش أي وجود، ملهاش أي حاجة يعني كان ممكن تصدقها في أي حتة في الدنيا إلا العراق بصراحة. بشكرها جدا، وإن شاء الله يا رب نكون متواصلين معاكي دايما يا أستاذة يسرى، لانك من الزميلات العزيزات جدا الحقيقه. عندنا كمان صوره بفخر بها قوي انا شخصيا، الدكتوره هبه هجرس لو موجوده يا استاذ هشام انت الاستاذ هاني، لانه قد ايه المصريات لما بيكونوا عندهم ذره وطنيه وحب للبلد بيكونوا فعلا رمز ومصدر لفخرنا كلنا. الدكتوره هبه هجرس عضو البرلمان المصري وهي معاقه، وافحمت البرلمان الاوروبي الاسبوع اللي فات وعلمتهم يعني ايه مصر، لما وجدت ان البرلمان الاوروبي هذا البرلمان اللي احنا يعني كلنا نتشدق بيه ونفسنا يبقى عندنا برلمان زيه، ما عندهمش مكان مجهز للمعاقين. فلقنتهم درس لطيف الحقيقه، وقالت لهم ان في البرلمان المصري موجود مكان، وعرفتهم يعني ايه برلمان مصر اللي فيه كام سيده دلوقتي، 84 سيده تقريبا، وفيه الشباب بنسبه كام في الميه، وفيه التحضر، وفيه هي دي مصر اللي بعضهم شايفها جمال وشايفها ناس لسه عالم ثالث بقى من وجهة نظر الأوروبيين، وخلت البرلمان الأوروبي بالكامل يعتذر للمصريين ويعتذر لها بصفتها الشخصية. الدكتورة هبة هجرس أنا شخصيا بحييها جدا وبحترمها وبقدرها، وهم دول المصريين وهم دول المصريات في كل حتة في العالم. اسمحوا لي بقى في البداية كده وقبل ما نتكلم ونرد على الناس كمان، مؤكد طب ناخد الاعلان، وبعد الاعلان هنتكلم في حاجتين مهمين جدا جدا. يعني طبعا موقف الجزيرتين هنتكلم فيه مؤكد، لانه ده في النهايه مصر، واي حاجه تخص المصريين بنبقى كلنا مهتمين بيها. ومؤكد كمان عندنا موقف الوزير اللي انا بعتبره بيمثلنا كلنا كمصريين بشرف، سامح شكري، مع حفظ لقبه كوزير وكسفير، لكن هذا الرجل عمل حركه، دي تاني حركه يعملها بشكل عفوي، انه يكون في مؤتمر القمه الاسلامي ويتجاهل وجود اردوغان اللي بيكره مصر من صميم قلبه، ويسلم لتركيا لان هي بتبقى تسليم يعني عادي، يعني تقليدي، يعني او زي ما احنا بنقول او بنسميه بروتوكول عادي سياسي، يسلمها رئاسه القمه دون ان يسلم عليه او حتى يذكر تركيا باي جمله. وعمل حركه قبل كده لو حضراتكم فاكرينها، لما القى بميكروفون القناه الحقيره اللي بتكره مصر ايضا في الارض. الراجل ده بيتصرف بشكل عفوي، يمكن خارج البروتوكول السياسي احيانا، لكن الوطنيه وكلمه مصر اغلى واهم مليون مره.
ومهم جدا كمان قبل ما نتكلم مع بعض واحنا بنقول وبنتناقش نتفق ان لو احنا هنقول ان احنا مع رئيس البلد وجيش البلد ووحدة واستقرار البلد يبقى بالشكل ده احنا بنطبل. فهقولها لكم بجد وهقولها لكم عملي بقى في جوه الحلقة، احنا اول المطبلطية. لو هيتفهم كلامنا ان احنا غيورين على بلدنا وبنحبها جدا وخايفين عليها جدا بحكم ان احنا مصريين وملناش غيرها، لا يحترم ده انا هحترمه جدا. الموقف اللي حصل امبارح وطلوع ناس تقول رأيها ده وضع طبيعي جدا، وحق كل بني ادم في مصر يقول رأيه دون تجاوز، يقول رأيه ويلتزم بالقانون دون تجاوز. لكن كان لافت نظري شيء اول مرة يحصل عشان بس نفهم مع بعض، لان هنقول لبعض النهارده كلام يمكن لاول مرة يتقال في الاعلام. نفهم مع بعض قناة الحقيرة ليه ما ذكرتش اللي حصل امبارح خالص؟ ليه يا اساتذه اللي انتم بتتشدقوا بيها وفاتحينها في بيوتكم 24 ساعه لم تذكر شيء عن اللي حصل امبارح؟ مع ان هم متعودين يكبروا الصغير، يعني كان ممكن جدا يصوروا كادر ضيق كده ويبينوا الدنيا انها هايجه و عدم ذكرهم لشيء له اسبابه. مش معناها ابدا ان هم مع الحريه وحريه التعبير والديمقراطيه في مصر خالص. اخر ما يهمهم ان مصر تبقى دوله مستقره، وكل اللي شاغل بالهم ان مصر تتفتت وتبقى دويلات، وتبقى زيها زي سوريا وزي ليبيا وزي العراق، ده هدفهم، وده اللي بيشغلهم واسيادهم، ده اوامرهم بينفذوها بالظبط. هنفهم برضو ليه وكان ليه عتاب رقيق. الحقيقه كان التلفزيون المصري كان يجب انه ينقل ويقول برضو بشكل سريع وبشكل واقعي، لان كان موجود عمر المكان قدام نقابتنا ما يشيل 1000 شخص، ما يشيلش 1000 شخص، لهم حريه يقولوا راينا احنا فيهم ايه، ده موضوع تاني. جاي لي من الاستاذه رحاب القباني، بشكرها جدا، يجي 10000 فيديو للاستاذ الصديق الزميل العزيز ابراهيم عيسى. لا مجال لوضع هذه الفيديوهات والا عايزين 10 حلقات. لكن سؤالي لابراهيم عيسى، انت عاوز ايه من مصر؟ انت عاوز ايه من مصر؟ هنتكلم عنه برضه بعد الحلقه، انه بيتشدق بايام الملك وبان مصر وان مصر وان مصر، وبينسى حاجه مهمه، ان لو ما فيش جمال عبد الناصر مؤكد انت نفسك ما كنتش هتتعلم يا استاذ ابراهيم، ما كنتش هتبقى صحفي، وما كنتش هتطلع على الشاشات، مؤكد. عندنا صور هنشوف يعني ايه مصر في عهد الملك فاروق او في عهد الملكيه، ويعني ايه مصر في عهد عبد الناصر. هنشوف صوره رمزيه هي سريعه، ولو ممكن نشوفها بسرعه يا استاذ هشام انت الاستاذ هاني، ان هي كان الملك مين بيلبسه، انا اسف، الحذاء في نفس الصوره، ورئيس الوزراء النحاس باشا كان مين بيلبسه الحذاء، وعبد الناصر مين بيلبسه الحذاء. هنشوف الصوره دي بعد ما ناخد الفاصل الاعلاني ونبدا نتكلم بوضوح وبصراحه وبحب لبلدنا، مش لاشخاص، حب لمصر. مصر هي فوق الكل، وباذن الله تعالى هي اللي باقيه للكل. يعني معلش نشوف اللقطة بتاعت الصورة اللي بعضنا بينسى وبيتناسى ان وضع مصر كان ايه ايام حضراتكم. الصورة واضحة كالشمس. تخيلوا حضراتكم كلنا بنقول ان عهد الملكية كان افضل. عهد الملكية انه كان الملك ورئيس الوزراء بيلبسهم الحذاء، شخص مواطن مصري شغلته يلبسهم الجزمة، انا اسف. الرئيس عبد الناصر بيلبس الحذاء بنفسه، لان ده مصري زينا، مصر مننا، واحد زي الشعب كله. ده الفرق يا استاذ ابراهيم عيسى، ده الفرق. ان ايام الملكيه كان فيه خدم حقيقيين، كانت دي شغلته يلبسوا الحذاء. نسبه النص في الالف مش في المية، لان احنا دايما نقول نسبه ال1%، لا والله ده نص في الالف. كان عايش كويس قوي نص في الالف، و1000 واحد ولا حاجه، مش عايشين بجد. فلما نيجي نتهكم على ده ونتكلم عن عصر الملكيه ان كان الجنيه بكام جنيه استرليني والريال كان بايه، الكلام ده يطبق لو تم النهارده ان نص في المية برضه هم اللي يعيشوا، بقيه الشعب يكادوا يكونوا عايشين حفاة بجد، مش حفاة يعني حقيقي، ما كانوش عندهم احذية يلبسوها، مش موضوع مجازا، لا حقيقي كانوا خدم للخدم. يعني كانت درجة المعيشة سيئة جدا جدا. لذلك لما جاء عبد الناصر بالنسبة لهم كان بالنسبة لهم زي
يعني هقول ايه، مش بس ربنا بعت لهم انقاذ، لا ده كان حاجه كده تمجد العمر كله. لذلك بيعشقوه، الشعب المصري بيعشقه عبد الناصر تماما. لما قال الجملتين بتوع الجزيره بننسى في لحظه ان احنا كنا يعني اللي قبلينا بشويه كانوا في المدرسه بيقولوا تحيا الجمهوريه العربيه المتحده في عهد عبد الناصر. اللي حضروا المدارس ايام عبد الناصر ما كانش في تحيا جمهوريه مصر العربيه زي ما احنا كلنا اتعلمنا في المدارس بنقول كده. كانوا بيقولوا تحيا الجمهوريه العربيه المتحده، لان هو كان حلم حياته يوحد كل الجمهوريات العربيه بدوله واحده. فما كانش عنده ارض مين ومش ارض مين، والراجل بيقولها عفوا وبيقولها بشكل واضح ان تيران مصريه، صنافير مصريه. دي الجمله اللي هم ماسكين فيها بشكل او باخر. ثم انه بقى لو جينا نفكر للحظه وناخد راي بعض برضه للحظه، ايه اللي يخلي الرئيس السيسي النهارده وفي التوقيت ده يفتكر انها ارض غير مصريه ويقول للسعوديه اتفضلي ارضك خديها؟ محدش فينا سأل نفسه سؤال بسيط قوي قوي، مع ان مع احترامي الكامل ممكن هذا الكلام يفهمه حد نصف متعلم، وممكن حد مش متعلم خالص يستوعبه ببساطه، وانا متعمد اقوله بصراحه علشان الناس نحاول نفهم من بعض. وربنا يعلم ان كل كلمه بنقولها من المكان ده هي هدفها الاول والاخير حضراتكم ومصر، مصر اولا واخيرا. احنا في معاهده اسمها معاهده كامب ديفيد بيننا وبين اسرائيل، والمعاهده دي بتقول ممنوع ان احنا نتحرك اي تحرك عسكري داخل اسرائيل الا بالتشاور. طيب هنقضي على الارهاب ازاي هناك؟ احنا متفقين معاهم ان احنا عايزين نضرب الحته الفلانيه عشان فيها ارهابيين. هو مين اساسا بيغذي الارهابيين في سيناء؟ مين اساسا مصدر الارهاب في العالم كله مش بس في سيناء؟ مين اللي صانع داعش وقبليها القاعده وطول الوقت مين بيصنع هذه الجماعات المتطرفه اللي هدفها الاول والاخير استمرار اضعاف الانظمه العربيه والدول العربيه تحديدا وبشكل واضح تماما؟ اكيد وراها اسرائيل، اكيد وراها صهاينه. طب لما انا كل ما اجي اضرب الارهابيين في سيناء، والحمد لله كل يوم بتحقق قواتنا انتصارات حقيقي جامده هناك، طب اعمل ايه؟ كل ما اجي اضرب ارهابيين بقول لهم انا هضرب الحته الفلانيه، فمؤكد بيبقى الاسرائيليين مش هيحبوا مصر، يعني ده هم عايزين مصر تفضل ضعيفه. لما هم يبلغوا الارهابيين ان المكان ده هيتضرب، وعايشين في الدائره دي فتره طويله قوي، مهما كان ومهما اكيد عندنا الاساليب الكافيه للتغلب على ده، لكن لما نحتاج ننزل قواتنا او ننزل اجهزه او كذا او كذا في ارض سعوديه ونبقى شايفين ومراقبين ارضنا اللي هي سيناء، وشايفين ومراقبين وبنعرف نتعامل مع الارهابيين عشان نعرف نقضي عليه من جذوره، دي ضربه معلم ولا انتم مسمينها ايه؟ انا بتكلم بقى بجد بوضوح اهو. اللي زعلان واللي بيتشدق واللي بيقول عايزنا نختلف مع السعوديه ونروح للتحكيم الدولي، وفي النهايه التحكيم الدولي يقول دي ارض سعوديه، يبقى شكلنا ايه؟ والسعوديه بالنسبه لنا احنا بلد واحد. والسؤال الثاني، هي السعوديه بكل هذه المساحه الشاسعه محتاجه ارض في البحر؟ تفتكروا يعني حضراتكم ده عندهم ارض شاسعه؟ يعني هم اكبر دوله عربيه كمساحه بعد الجزائر اعتقد. يعني المساله مش محتاجه ذكاء، لكن احنا بنعمل قضيه من ما فيش، بنعمل من حبه قبه، زي يطلع برضه ناس كده بتتشدق تقول لك كان يجب ان الحكومه تقول الاول. تقول ايه؟ في قرارات يا جماعه لو اتقالت في قبل ما تحصل، طبعا في حوارات والرئيس وضح انه من 5 6 7 شهور بيعملوا حوارات، لكن في الاخر لو اتناقشت هذه الامور اعلاميا ومجتمعيا زي ما البعض بيقول، مؤكد القرار في بعض الاوقات لازم يكون مفاجئ. مفاجئ لمين؟ لبعض الدول، مش هسامي بقى، خلاص بقت واضحه. اللي ما عندوش ذره تفكير واحده وفكر بشكل او باخر هيعرف ان اللي حصل ده اقسم لكم بالله بجد ضربه معلم بجد، مش اي حد يعملها. اللي يعمل ده رئيس وطني حتى النخاع، ابن المؤسسه العسكريه اللي هي شرفها العسكري انه ما يفرطش في ذره رمله، وقالها معقوله يعني كل الناس اللي درسوا دول في الخارجيه وفي المخابرات وفي محدش خالص من دول وطني، وعلى راسهم الجيش. كل يعني احنا بقى خلاص بقى خالد علي والناس اللي شوف، ومش عايز اقول اسماء بصراحه، الاستاذ هشام بيمليني والاستاذ هاني بيملوني، مش عايز اقول اسمائهم لانه ساعات بحس ان هي سبوبه، وهنكتب كده على الشاشه بعد اذنك يا استاذ هشام
لان احنا بنقولها بجد. بعض المتظاهرين وحشهم السبوبه، وحشهم الفضائيات، وحشوا يطلع في البرامج ويقول وكان اكتر حاجه محزناهم امبارح ان التغطيه الاعلاميه مش جامده. حتى حد من زمايلنا الصحفيين اعتقد الاستاذ هشام زكريا بيداعبهم، قال كان المفروض تعملوا اللي انتوا عملتوه ده في يوم في برامج توك شو، لان انتوا عاملينهم في يوم اجازه لبرامج التوك شو، فما حدش غطى. ده اللي مزعلهم، بس كان نفسهم يطلعوا على الفضائيات. واللي عامل فيها تايتانيك ده الاخ خالد علي، والاخ الثاني اللي الناس اللي ما بتشوفهمش غير في الخراب وبس. في حين بقى ان في نفس اللحظه، ويا ريت اشوف الصوره دي يا استاذ هشام، وفي نفس التوقيت كان رئيس مصر اللي بيحب مصر بجد واللي بيبني مصر بجد مع شباب مصر اللي بجد فين؟ في جبل الجلاله هناك في سينا، في جبل الجلاله. بيعمل ايه؟ بيبحث عن تعمير البلد. وهو ده الفرق، والله العظيم الفرق بين الصورتين كالفرق بين السماء والارض، كالفرق بين الشريف والخاين، واضحه جدا. الراجل رايح يعمر البلد ومعاه شباب مصر اللي بجد، المحترمين اللي بجد، اللي هم مستقبل وامل مصر اللي بجد. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه الرئيس في جبل الجلاله. وهنا بعض مش عايز اسميهم مسميات عيب ان اقولها على الهوا، لكن بعض اللي مش فاهمين، بعض اللي حابين قوي دور خالف تعرف، بعض اللي نفسهم ما حدش يتهمهم ان هم مطبلطيه وانت شاطر، انت لما تقول لا تبقى كده ذكاء. ما هو احنا كصحفيين نعلم جيدا، وكلامي بقى للزمايل الصحفيين، انه خلقنا لنعترض، واسهل حاجه في الدنيا انك تقول لا، ودورنا كصحفيين نقول لا. اللي احنا شايفينهم دول شباب مصر، اللي هو مستقبل مصر، مستقبل مصر اللي بجد، اللي رايح مع رئيس الدوله الوطني والمخلص وهقول ايه بجد والله، اللي هو عامل كل ما في وسعه واقصى ما في وسعه علشان يحقق استقرار البلد. وبعدين بيتكلم بعفويه، نمسك كل كلمه بيقولها ونبدا بقى نعلق عليها في السوشيال ميديا بطريقه او باخرى، وكتائب ناس لاغيه مخها. ولما تيجي تتكلم مع حد فيهم مش عاوز يفهم، هو مش عاوز يفهم ومقرر ما يفهمش، خلاص انت حر ما تفهمش. واللي هيفهم كلامي ده ان احنا كده بنطبل، هقول له ولا يهمك، ده انا بعد شويه هسمعك الطبله، ولا يهمك خالص، افهم اللي انت عاوزه. لكن اللي احنا مقتنعين بيه في معظمنا كمصريين ان عبد الفتاح السيسي مصري حتى النخاع، مصري حتى النخاع. واللي عمله امبارح استكمال للمعلمه بجد، اللي هو قابل الملك سلمان بكل حب وترحابه، ودي ضربه قاصمه لاعداء لقوى الشر، ان هو والملك سلمان ايدهم في ايد بعض في صوره معبره جدا جدا جدا. وقد كده فاهمين ان الهدف الاثنين مصر والسعوديه، هدف قوى الشر الاثنين دول مصر والسعوديه بس، مش هدفهم حاجه ثانيه. ولو اتفتتوا البلدين دول شكرا، مفيش عرب، لان خلاص مفيش سوريا ومفيش عراق ومفيش ليبيا، مفيش خلاص، مفيش جيوش، الجيوش انتهت. وهوريكم في نهايه الحلقه يا رب نلاقي وقت. الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي صوره يعني لها 1000 مليون معنى، بتحرق دم اعداء مصر واعداء السعوديه، بتحرق دم قوى الشر اللي بيكرهونا، اللي مش حابين لينا الخير، اللي بيتمنوا في لحظه تسقط مصر. وده طبعا يعني ده ولا في الاوهام والاحلام مع بعض. لانه اللي يزعلني قوي ان بعض المصريين بيفرحوا في اي حاجه غلط او حاجه صعبه او حاجه مش حلوه تحصل لمصر، ما بيعرفش ازاي بيكون مصر ده وهي بياخدها كده بشكل بدون تفكير، ومقتنع، هو مقتنع ان هو صح، ومقتنع ان الجزيرتين مصريتين واتباعوا. ليه يعني؟ ليه يبيعهم؟ ليه؟ ايه الفكره يعني؟ عشان يجيب لك فلوس؟ يقول ما فيش فلوس وخلاص. انا اسف يعني بتكلم بالبلدي، يعني يبيع ليه؟ يعني ايه اللي يخليه كرئيس يبيع؟ يعني اللي مع يعني زي يطلع الاخ يوسف الحسيني ويقول كلام عجيب جدا، وابراهيم عيسى يقول كلام عجيب جدا. انا ما اعرفش الناس دي بتشتغل ضد مصر، وبعدين لما بشوف الهاشتاجات اللي على الفيس ما اعرفش ازاي طايقين نفسهم. يعني الناس كاتبين كده ان ده كباريه اعلامي المفروض يغلق، ما اعرفش، وما هم ما بيقروش. ده الواحد لما حد صاحبه حتى يقول له كلمتين او يتكتب عنه كلمتين مش لطاف بيزعل جدا. انتوا خلاص اهم حاجه عندنا الدولارات والفلوس، وصاحب القناه يكون راضي عني. وبقولها بجد، لامتى هنفضل سايبين الدوله لعبه في ايد الاعلام الخاص؟ كل صاحب قناه يملي شروطه على الدوله وعلى الحكومه وعلى الوزراء،
وقلتها الاسبوع اللي فات، احنا بنتصل بالمحافظ او بنتصل برئيس حي ما بيردش وبيخاف يرد، في حين ان لو كلموا اي قناه خاصه بيقف انتباه. وده دورنا بقى في مسبيرو، ده دورنا في مسبيرو، لازم نعمل وقفه بجد مع المسؤولين. وانا شخصيا في البرنامج ده مفيش مسؤول في الدوله اللي كلمه لصالح الناس لازم يرد، والا هنجيب كده تليفون وهو بيرن كده ومش راضي يرد او مغلق، هنقول ده. بس خلونا الاول ناخد الامور بشكل فيه حب لبلدنا. اللي عمله الرئيس السيسي بمنتهى الامانه، والله بمنتهى الامانه يشكر عليه جدا، انه النهارده رئيس فرنسا موجود في بلدك، رجال اعمال المان ورجال اعمال فرنسيين، وطبعا كانت اتفاقيه تم توقيعها مع السعوديه، وكل ده ليه؟ عشان في النهايه انت كمواطن بسيط باذن الله خلال شهور هتجد تغيير في حياتك انت. وبقولها بقى للمهندس شريف اسماعيل، لازم نبص لمحدود الدخل بجد، ولازم يتعمل اعانه البطاله بسرعه جدا. الطالب او العاطل اللي ما عندوش شغل لما ياخد اعانه بطاله هيحس ان بلده خايفه عليه. لازم نبدا نهتم، لان لو كل الناس اشتغلت بالروح وبالحب اللي بيشتغل بيه رئيس الدوله، مؤكد كلنا هنبقى افضل من كده. مجهزين لرئيسنا غنوة انت معلم، لان هو فعلا اللي عمله ده ملهاش وصف تاني غير انه فعلا معلم، لانه اختار التوقيت الصح، القرار الصح عكس ما انتم متخيلين، وبالشكل الصح. ما كانش ينفع غير كده، يبقى مفاجئ لقوى الشر عشان ما يعطلوش القصه. والنهارده واحنا بنتكلم القوى او اللي هي قوات حفظ السلام ما بقاش لها وجود في المكان ده، لانها بقت خارج كامب ديفيد، وممكن جدا جدا عن طريق الشقيقه السعوديه يبقى لنا في المكان ده تعاون عسكري ما، بحيث ان احنا نقدر نقضي على الارهاب. احنا دولتنا زي ما قال الرئيس ما بتعتديش على حد، وفي نفس الوقت عمرنا ما هنسمح لايا كان انه يعتدي علينا. نسمع انت معلم. واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود، ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود، ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود، ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود، ما نرضى نتكلم. والله معلم ومعلم كبير كمان. تيد كروز الممثل العالمي اللي حضراتكم عارفينه، في فيديو معانا برضو لو عرفنا ناخده ان شاء الله نبقى ناخده مع الحلقه، بقولها صريحه وواضحه: احنا محتاجين رئيس زي رئيس مصر. ده كان مرشح للرئاسه الامريكيه تيد كروز، وبقولها في ندوه من ندواته بمنتهى الامل والرجاء، ان نفسه في رئيس زي رئيس مصر. ليه؟ رئيس بيتصف بالشفافيه، بيتصف بانه ابن المؤسسه العسكريه اللي هو الوطني جدا جدا. اول بدايته مع الحكم على طول تنازل عن نص مرتبه ونص ما ورث، وعمل حاجات كان متخيل ان معظم رجال اعمالنا هيعملوا زيه، ان معظم مشاهيرنا، وده اللي بقوله بقى على طول في برنامج التاني، معظم مشاهيرنا يعملوا زيه، يتبرعوا للبلد. انتوا اخدتوا شهرتكم وفلوسكم ومكاسبكم واسمكم وكل حاجه اخدتها من المواطن الغلبان اللي بيشوفني دلوقتي، اللي بيشوفني على شاشه القناه الثالثه او قناه القاهره. كل اللي كسبوا مكاسب كسبوها من خلال المصريين البسطاء. ايه بقى اللي قدموه للبسطاء دول؟ ولا حاجه خالص. عايزين من مزيد، هل من مزيد، وكل واحد مع مصاحب رئيس قناه او صاحب قناه بره طبعا في القطاع الخاص، هو بيعمل اللي هو عاوزه وبيقول وبيلعب بادمغه الناس بطريقته. وفي النهايه كلنا كمصريين مطلوب مننا بجد ان احنا نقف وقفه رجاله، ونبقى وقت الشده، لانه المساله مش هزار، المساله ده وطن وفيه مستقبلنا ومستقبل اولادنا ومستقبل احفادنا. بلدنا مصر بقى لها 7000 سنه وقفه شامخه، وهتفضل كده باذن الله تعالى. لانه اللي هيعتبر هذا الكلام نوع من انواع التطبيل، فانا قلتها من بدايه الحلقه، لو حبك لمصر والرئيس مصر والجيش مصر والاستقرار مصر والكرامه مصر تطبيل، فاحنا كيوميات مصري اول المطبلاتيه. والنبي يا شباب اكتبها لي على الشاشه، اكتبها معلش قبل التليفون، اكتب لي كده، اكتب لي ان احنا بنقولها لو مسانده الوطن هتعتبروها تطبيل، احنا اول المطبلاتيه. مطبلاتيه لصالح مين؟ لصالح بلدنا، لصالح مصر.
اما غير ده مش هنعمل ابدا. اسهل حاجه في الدنيا يا جماعه عشان اعمل بطل اطلع اشتم في اي مسؤول، والبعض ما احنا دايما كده خالف تعرف، المساله واضحه، وساعتها انا مش هبقى بحترم نفسي، مش هبقى جوايا محترم نفسي، لان انا مش مقتنع باللي بقوله. لكن لما اكون شايف ان رئيس الدوله بيشتغل بمنتهى الاخلاص وبمنتهى الحب، وفي نفس الوقت متسامح جدا، ما اعرفش ليه بصراحه، يعني انا مندهش لده، متسامح جدا، سايب الاعلاميين يخبطوا في قنواتهم بطريقه غريبه جدا، وبطريقه تكاد تكون مملى عليهم اللي بيقولوه. ليه ما تفهمش؟ هل هو نوع من انواع ابتزاز الدوله؟ هل هو نوع من انواع ان اصحاب القنوات ده رايهم وده هدفهم وهم ده اللي عاوزينه؟ ولا الحكايه ايه؟ محدش عارف. لكن عموم الشعب المصري في مجمله فوق ال 90% من الشعب المصري بيحترم وبيحب وبيثق، ودي مهمه جدا جدا، بيثق تمام الثقه في ان السيسي رئيس مصري وطني شريف جدا، وبيحب البلد دي اكتر من اي حد فينا. ده خلاصه الكلام. استاذ محمد صباح الخير. معلش انا طولت عليك، اتفضل. تحت امرك، اتفضل. محمد صادق، اتفضل. حضرتك انا والدتي ست كبيره وعقله والمعاش اللي هو 323 ده مش مقضيها. تمام. باخد اقل علاج بالصيدلي ب 600 وحاجه. حضرتك بتشتغل يا استاذ محمد؟ لا انا حضرتك قاعد دلوقتي بعولها عشان هي تعبانه، فانا اللي بعولها. يعني حضرتك بتعولها، حضرتك بتشتغل ولا بتعولها ازاي؟ لا يعني مثلا ايه بديها مثلا علاج بتساعدها يعني، بتساعدها عشان مفيش حد معاها. انت عندك كام سنه؟ واخد بالي منها هي وست كبيره برضك، ست امي عايشه معايا برضك في نفس الشقه. انت عندك كام سنه يا محمد؟ انا عندي حوالي بتاع 42 سنه. متجوز؟ لا. ما اتجوزتش؟ لا لسه. ليه ما اتجوزتش ليه؟ بالنسبه للامكانيات اللي هي الشقه غاليه والمصاريف غاليه، فانا اللي اوفر المصاريف دي كلها لوالدتي والست اللي قاعده معايا في قلب الشقه. يعني انت متعلم يا محمد ولا ما اخدتش الشهادات؟ انا دخلت المدرسه خلاص بالسته ابتدائي. طيب يا محمد سيب تليفونك وهكلمك. حاضر يا محمد، وهنساعد يعني والدتك. ارجو اللي مثلا يبصوا اللي هم اصحابات البعات اللي هو 323 دول يبصوا لهم بعين الرأفه. عامله يقول لك عامله جوائز اللي هو رمضان اللي جاي، تفسير اللي ما فيش تفسير، ولا فيها حد بياخد مخدرات تديهم جايزه. طب الجائزه اللي تديها لهم دي توفرها للناس اللي هم بياخدوا 323 دول. مين اللي عمل انا مش بتكلم على والدتي بس، انا بتكلم على كل اللي بياخد. انا فاهمك يا محمد والله، وبحترم كلامك جدا جدا، بس لافت نظر انك انت فوق ال 40 ومش بتشتغل ومش مكمل تعليمك، يعني في حاجه مش مظبوطه يا محمد. لكن هنحاول نساعد والدتك، لان والدتك والدتنا كلنا، والف سلامه عليها. انا اسف لو قطع كلام حضرتك يا استاذ جمعه، انا بحترم حضرتك وبقدرك وكلامك كله اللي انت بتقوله كويس، بس انا اسف ان انا مثلا مش شغال، بحس ان هي قاعده لوحدها ومفيش حد بيقول. لو اختي قاعده في البيت، لو ليا اخت هسيبها وانزل اشتغل. فاهمك. لكن انا اسف يعني انت علشان عشان كده قدامي مثلا بتتعذب ان هي بتجيب العلاج بالعافيه وعايزه حد يجيب لهم فطار. يعني انت علشان بترعى والدتك فما بتشتغلش؟ بترعاها يعني في البيت، يعني انت اللي بتساعدها انها تتحرك او تاكل او تشرب او كده. طيب يا استاذ محمد، يعني بقى انا بشكرك جدا، ووصلتني الرساله والله، وهحاول اساعدك، ودعوه برضو لكل اللي بيشوفونا اهل الخير اللي يقدروا يساعدوها، لان في النهايه احنا بنكمل بعض، وده يعني خلينا بجد ننوي من جوانا كده نعمل حاجه خير من جوانا. يعني الاستاذ محمد، بس انت لازم تشتغل طبعا يا محمد، لانك فوق ال 40 وطالما شاب وصحتك كويسه لازم تشتغل، وده اللي بينقصنا في مصر، لازم كلنا نشتغل بجد. انما والدتك في عنايه الاثنين، وهنحاول نكلمك ونحاول نساعدك، وربنا يا رب يتم شفاها، وكلنا محتاجين نقف جنب بعض يا محمد. انا بشكرك جدا. هناخد حالا الفيديو يا استاذ هاني، بس انا عايز اشكر الاستاذ محمد والاستاذ احمد مطاوع، بشكرهم جدا على كلامهم الحلو ومن قلبي والله يا استاذ محمد. انا فعلا عارف الظروف اللي انت عايش فيها، وتكون والدتك اتوفت ده قضاء وقدر، وربنا سبحانه وتعالى رايد ده، انما الخطأ الطبي اللي حصل هنتكلم فيه، بس انا مستني لما الامور تهدى بالنسبه لكم، لان نفسيا انت دلوقتي في حاله عصبيه زعلان عشان والدتك، وده طبيعي جدا، لكن نهدى شويه وهيحصل، وهستضيفك وهنعمل دراما كمان على موضوع الاخطاء الطبيه، لانه في النهايه ما فيش اهم في الدنيا من حياتنا. الاستاذه نورهان بهاء العبد، مش ناسي موضوعك خالص، وبقولها وبناشد معاكي وزير التعليم العالي ان نسبه المقاعد يا معالي الوزير تكون للمغتربين على الاقل 10% زيهم زي الوافدين،
لانه في النهايه دول يعني مش كفايه الغربه واللي عاملاها فيهم يعني. وبالمناسبه كمان اسعدني ان في تفكير دلوقتي، ده بقى بقوله لاخونا محمود شكل والمجموعه المغتربين بتوعهم، في خبر جميل انه في تفكير جدي جدا في موضوع الاعفاء الجمركي للسيارات بشروط ميسره، يمكن اسهل من اللي انتم كمان اقترحتوها، عشان تعرفوا بس احنا متابعين الموضوع مش سايبينه خالص. هناخد حالا الاستاذه اللي بعتها لي، الاستاذه هي مسميه نفسها الله اكبر، الله اكبر من الكل طبعا، وبتقول لي انها رافضه جدا فيلم الهنا شيحه. انا ما شفتش والله وما اعرفش الفيلم اللي حضرتك تقصديه، لكن كلنا بقى المفروض يبقى لنا دور نرفض الفن الهابط والبرامج الهابطه والاعلاميين اياهم، نرفض كل حاجه ضد بلدنا. ممكن احنا نتعاون في ده يا جماعه، ممكن احنا كمشاهدين ناخد القرار كده. انتوا شايفين برنامج ما لشخص ما مغرض، نلغيه، نبعد عنه، ما نشوفوش، نقطعه. فيلم مش عارف ايه نقطعه. مسلسل كويس وهادف وبيدعو للانتماء لبلدنا نشوفه. انما مسلسل دم ومخدرات واغتصاب وقتل، ايه ده؟ ايه بلدنا مصر دي ام الدنيا وام الامان، والحمد لله اللي جاي افضل، والله افضل مليون مره، بس محتاج تكاتفنا. طول ما احنا ايد واحده ما حدش يقدر علينا. حاضر. استاذه عايده صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. الاستاذ جمعه معايا؟ انت على الهوا، اتفضلي يا استاذ عايده على طول، اتفضلي. احنا دلوقتي متعاقدين بقالنا 5 سنين. تمام. وبلا اجور، مفيش اي اجر. وبعدين احنا كمان يعني مشيلين عبء كبير قوي في المدارس. مشيلين عبء كبير، يعني متعاقدين، شغل توريدات. متعاقدين متعاقدين مدام عايده، وعقد عادي. عقد عادي بدون اجر. كنا داخلين مع مجموعه ثانيه بنفس التوقيت، في نفس طب التعيين بتاعتنا. اسمحي لي افهم منك بالراحه، ممكن؟ حاضر. يعني انتوا متعاقدين بدون اجر ولا العقد بتاعكم بيقول ايه؟ بدون اجر. وانتم موافقين تشتغلوا بدون اجر؟ احنا شغالين بدون اجر يا باشا. مدرسين؟ لا، مشرفين نشاط. مشرفين نشاط. وأعمال إدارية. انت حضرتك بتتكلمي من محافظه ايه؟ محافظه الشرقيه. الشرقيه، احسن ناس يا فندم، اهلا بيك. كم واحد تقريبا؟ كم مدرس او كم مدرسه؟ هما المؤهلات المتوسطه دلوقتي حاليا وصلوا 24,000. 24,000. 24,000. ده غير طبعا المؤهلات العليا اللي اخدوهم وعملوا لهم عقد مميز 2014، وده اللي كان بنفس تاريخ تعييننا. طيب خلينا في مشكلتك انت والناس. يعني انتوا مؤهل متوسط حوالي 24,000 مشرفه ومشرف. ايوه، تمام. مشرف نشاط واداريين. المطلوب ايه يا مدام عايده؟ ومعوقين 5%. المطلوب ايه؟ المطلوب التثبيت. التثبيت. طيب اللي عايزين طبعا حضرتكم تخاطبوا المسؤولين اللي هو مين المسؤول؟ الدكتور هلالي ولا مين؟ اللي هو وزير التعليم ولا مين المسؤول؟ وزير التعليم. يعني دلوقتي بيقولوا حاليا ورقنا في الماليه. يعني رساله حضرتك، والماليه هي اللي معترضه. هو التنظيم والاداره موافقه علينا. طب عايز اسالك سؤال اخير معلش. اتفضل حضرتك. بعد ما بتثبتوا بيبقى المرتب كام؟ المرتب 70 جنيه. ده بعد التثبيت ولا قبله؟ لا، ده قبل التثبيت. وبعد 70 جنيه. وبعدين شهر بناخد و3 بيقطعوا. غريبه قوي الحكايه دي بصراحه، غريبه جدا. وبعد التثبيت المرتب بيكون كام؟ يعني في حدود 850. وده مرتب كويس نعيش كويس بيه. تمام. الحمد لله، مرتب كويس. يعني انتوا هدفكم دلوقتي مناشده للدكتور الهلالي، نقول له يا دكتور هلالي الشربيني، انت وزير تعليم محترم والناس متفائله بيك، حاول تثبت المشرفين المؤقتين، مظبوط؟ بالظبط. بشكرك جدا يا مدام عايده، ورسالتك وصلت. وان كان انا في الحاجات دي بصراحه بندهش احيانا كتير، ان واحد يمضي عقده ويبقى موافق انه يشتغل ب 70 جنيه في الشهر ويفضل 5 سنين كده، 5 سنين وشهر و3 شهور لا زي ما حضرتك بتقول، ومع ذلك عايشين منين؟ اكيد في شغل تاني بقى، اكيد في حاجه تانيه. وضعنا كمصريين محتاج يتظبط حاجات كتير قوي. يمكن احلى جمله قالها
الرئيس السيسي الحقيقه، وعجبتني جدا ان احنا داخلين على انتخابات المحليات، وده بدايه تصحيح لاوضاع كتير قوي من تحت جدا، لان عندنا مشكله كلها في المحليات والفساد والرشاوه والكلام ده كله بيوصلنا كلنا في النهايه ان يبقى في حاجه غلط، حاجه حاصله غلط. انما انا بضم صوتي لصوتك يا مدام عايده، وبناشد معاكي وزير التعليم انه يفكر ويحاول ويقرر فورا يعمل تثبيت للعماله، لان ده التثبيت في النهايه استقرار الاسره. يعني 700 جنيه ولا 800 جنيه هتعيش بيهم، لكن 70 جنيه مش هتعيش بيهم، هتضطر تزود دخلها. ازاي؟ الله اعلم. يا اما بتشتغل شغلانه تانية، يا اما ما تزعلوش مني، لو انا موظف واخد 70 جنيه هعمل ايه؟ يجي اي واحد تاني يقول له خد 10 جنيه وامضي لي ورقه، همضي له. ما خلاص، ما هي حاجه صعبه. ومش ناسي مكالمه الصديق اللي كلمنا وقال ان الناس بتبعت ولادها لاوروبا بالبحر وعارفين انهم ممكن يموتوا، بس هيعمل ايه؟ الحاجه صعبه. ومش ناسي كمان كلام نفس الصديق لما قال ان الاخوان بيستغلوا ده. مش بس الاخوان، اي حد ما بيحبش البلد هيستغل ده، هيستغل حاجه الناس، حاجه المواطن. وكل املي، لان انا برضو مش ناسي كلام عمي سامي اللي قابلني، الساعي اللي قابلني في مكتب صديقي المخرج سامح خليل، واتمنى يكون شايف كلامه، شايفني وسامعني، انه حكى لي كده، قال لي الفلاح مش عارف يبيع القطن. تخيلوا حضراتكم، بيقول لي الحكومه رافضه تاخد القطن. النهارده لسه قاري خبر ان الحكومه بدات تشتري القمح من الفلاح. الاهتمام بالطبقات الضعيفه ده، سواء بقى عمال، سواء فلاحين، سواء ناس بسطاء، ده بدايه واهم شيء ممكن يحصل في 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 احساسنا بقى ان احنا فعلا بنتقدم وبنتغير للاحسن. اتمنى ده، واتمنى كل وزرائنا يشتغلوا زي سامح شكري. عاجبني جدا موقف هذا الرجل المشرف لينا كلنا. وعشان وقتنا ما يجريش بسرعه وياخدنا، نشوف لقطه سريعه للمواطن الشريف والمليء كبرياء وكرامه قبل ما يكون الوزير السياسي المحنك سامح شكري. نشوفه في اسطنبول عمل ايه. نشوف. أتوجه مرة أخرى بالتحية والتقدير إلى السيد إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على الجهود الكبيرة التي يقوم بها، وأؤكد له دعم مصر الكامل له، وأوجه التحية لكافة الشعوب الإسلامية، داعيا الله عز وجل أن يعلي من شأن أمتنا وأن يهدينا إلى طريق الحق والصواب بما يحقق رفعة وتقدم شعوبنا الشقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقل الآن إلى البند الخاص بهيئة المكتب، وقد تم التوافق على أن تتشكل الهيئة كما يلي: تركيا رئيسا، نواب الرئيس، فلسطين، بوركينا فاسو، جيبوتي. مصر مقرر اللجنة. في النهاية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتحية إلى كافة الدول التي تعاونت مع مصر خلال رئاستها للدورة 12 للقمة الإسلامية، والآن أعلن انتقال القمة إلى رئاسة الجمهورية التركية. وشكرا. عجبني اول مشهد اللي فات ده. طبعا هو المفروض في لحظه التسليم والتسلم يسلم عليه ويشكرهم بشكل واضح وبتاع، لكن عادي جدا قال الان تنتقل الرئاسه والسلام عليكم وراح ماشي. موقف يمكن عمله الملك سلمان لما رفض برضه يصافح الرئيس الايراني. في الحاجات دي يا جماعه ما فيش فيها هزار. اللي يجي على بلدنا ايا كان مين، هتيجي على بلدنا مش هعرفك، لان في النهايه ده بلد، ده مصر دي لازم تحترم. مصر دوله كبيره ودوله عظيمه بشعبها وبجيشها وبقياداتها وبشرفائها. مهما كانوا الخونه في كل حته، في النهايه اسمك خائن، اسمك مالكش لازمه اساسا، اسمك غير محترم. يمكن اجمل حاجه سمعتها من صديقي طارق عبد الجابر، بيقول انه كان متخيل من كتر ما بيسمع انه الناس كلها رافضه السيسي ورافضه، لما جه مصر لا هو اللي مرفوض. لا، كل خائن هو اللي مرفوض، كل حد كاره لبلده هو اللي مرفوض. الشعب المصري بيعشق رئيسه لانه بيصدق
وبالمناسبه الشعب المصري من الشعوب اللي هي بتحس الكلام حقيقي، والله الكلام بيطلع من القلب يوصل للقلب على طول، وعارفين كويس قوي، وممكن يتفرجوا عليك وانت عمال تعمل برامج اياها زي ما هنشوف حاجه كده، معلش نشوفها بسرعه والنبي يا استاذ هشام. يتفرجوا كنوع من انواع التسليه. الاعلام بتاعنا موصلنا الحلقه يا جماعه، حلقه انا بخجل لما بشوفها بصراحه. هنشوف لقطه سريعه جدا. تخيلوا 2 شيوخ على الهوا في احد البرامج اللي هي الشيخ ميزو بيضربوا بالشوز، انا اسف. تخيلوا. مش موجوده ولا موجوده؟ نشوفها بس بشكل ايه يعني سريع، لان انا بخجل، لكن عايز اقول لحضراتكم شوفوا واصلين لفين في القنوات الخاصه، بحثا عن الجمهور وعن الاعلان. نولعها اسهل حاجه في الدنيا، قلتها لكم زمان، اسهل حاجه في الدنيا نشعللها. اسهل حاجه اجيب 2 دلوقتي ضد بعض ويخبطوا في بعض، وحضراتكم تبقوا قاعدين متسليين كده ومبسوطين. ده سهل جدا 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 في اي قناه في الدنيا، لكن يصل مستوانا للي هنشوفه ده شيء بصراحه فوق الوصف. نشوف مع بعض. محمد عبد الله النصر في حوار الشيخ محمد عبد الله النصر. لا انت شيخ على نفسك انت. لا يا جمعه حق المنصه بدل ما ضربت بالجزمه والله العظيم الجزمه دي تنزل على وشك. لم نفسك هذه اخلاق نفسك. ده انت عار على الازهر. ده اخلاق. انت عار ده جاهز من عني. يرضيكم هذا. يرضيك ايه؟ يرضيكم ايها المنافق. هو ده اعلامهم، ده الاعلام اللي احنا واصلين له بصراحه. مع ان انا بحب محمد موسى المذيع الجميل، انا اخدت بالي منه دلوقتي، ده صديق عزيز كمان، لكن الفكره فين وايه الهدف؟ هنفضل لامتى؟ ده اللي واخدنا يا جماعه في الموضوع. هنفضل لامتى؟ يلا دورنا فين كمصريين؟ دورنا احنا كمصريين نقاطع مثل هذه البرامج. دورنا كمصريين نرجع للتلفزيون المصري لان ما بنسمعش لفظ خارج فيه. دورنا كمصريين كل هذا النوع من الاعلام او الفن الفاسد نقاطعه. مش هنقاطعه، هنفضل سايبين الدنيا كده خلاص، لا نلوم الا انفسنا. ده احنا عندنا رئيس دوله بيحافظ على كل لفظ بيقوله بجد، لكن ايه اللي بيحصل ده محدش عارف. استاذ محمد يوسف من البحيره، احسن ناس، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اتفضل. ازيك يا استاذ فؤاد؟ اهلا بيك. وانا والله بنقدر اعزازي وكرمي بالاعلام المصري اشكرك الرسمي، اشكرك، لان لازم يكون في شفافيه كامله من يم الفلاح المصري، تمام، الفلاح اللي جاهل القراءه والكتابه، تمام، ونقول للرئيس عبد الفتاح السيسي احنا مثلناك بعمر، تمام، وانت انسان محترم وانسان مؤدب، ربنا يبارك فيك. ولازم عمر لما طلب ان هو يقابل ربنا فهو هيقابل ربنا. صحيح. بس برحمه الفلاح، انا زارع لب كوسي، لب زرع في محافظه البحيره مركز حوش عيسي، تمام، زرع فيروس، تمام، ما عندناش عالم في الزراعه عنده خبره عن المرض ده. ازاي تبقى وزاره الزراعه المصريه ما فيهاش عالم يعالج الزراعيه؟ يبقى ما يصحش وزير الزراعه اللي موجود حاليا يستنى مكانه. صحيح. من اول الدقيقه ديت، ونرجو من سياده الرئيس يكون سامعني. عندك حق، بس انا دينت البنك التنميه دايني، وبنقول للبنك التنميه انا قبل كده عملت فاكس لسياده الرئيس ورد علي، وبعتنا على القناه الزراعيه، وطلع الاستاذ سامح عبد الهادي بعت معايا مندوب وروح لقابلني الاستاذ عطيه سالم. انا عايز اسالك على حاجه يا حاج محمد. الاستاذ عطيه القانون يقول لي حاج محمد، علشان وقتنا يا حاج محمد لو سامعني، علشان وقتنا. اتفضل يا استاذ فؤاد. وانا هكلمك وهتقول لي ايه القصه، والاسبوع اللي جاي نعيشها بالراحه. المطلوب ايه من وزير الزراعه بين قوسين في جمله؟ المطلوب يجيني بكره الصبح يشوف زراعه اللي احنا عمال نقلع فيها نص عمره، عمال نرجعها على المصارف وعمال نرجعها على السوق. ما بيشتروهاش منكم. ما هو وزير زراعه ليه؟ والله عندك حق يا حاج محمد، انا بشكرك، عندك حق، انا بشكرك جدا، عندك حق. هنعمل ايه؟ قلنا الفلاح المصري لازم نهتم بيه. معقول ده مش بس اللب، ده حتى القطن يا عم محمد قالوا لي ان ما بتشتروش الدوله. عموما الموضوع ده هنحاول برضو نجمع كل المعلومات عنه ونقوله في حلقاتنا اللي جايه، لانه فعلا موضوع في منتهى الاهميه. كان نفسي اخد الفيديو الممثل بتاع هو 20 ثانيه تقريبا اللي بتاع الحقيره، القناه الحقيره،
وهم بيخربوا العراق، بيمثلوا المشهد ده. لو لا معلش بعتذر اللي موجودين على التليفون، الوقت كالعاده جري، والوعد الاسبوع اللي جاي هنشوف المشهد الممثل بعبقريه، اللي بيمثل بعبقريه عشان يحبط العراقيين وقتها في 2003. وكان يقول حصل ايه في وزاره الاعلام او في وزاره الدفاع او في المطار او مش عارف ايه، انه يخلي الناس تحبط قبل ما يحصل، لحد ما وصلوا العراق انه 13 سنه عباره عن خرابه للاسف الشديد. الحقيقه انا بشكركم وبعتذر لكل الحاجات اللي كان المفروض نقولها، وبعتذر بشده لكل الموجودين على التليفون، وهتواصل معاكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير وعلى حب وعلى دايما حب بلدنا. وكل حد فينا بيشوفنا دلوقتي يقدر يعمل ده وينتمي لبلده بمنتهى الامانه وبمنتهى الاخلاص، بمجرد انه ياخد قرار حالا انه يقاطع على الاقل الاعلام الفاسد. بشكر جدا زمايلي الاستاذ هاني درويش المحترم والجميل، والاستاذ هشام انيس اللي بيتعب معايا كل حلقه الحقيقه، وبشكر علاء شمس وكل زمايلي اللي في الاستوديو، بشكرهم جدا، ودايما تحياتي لحضراتكم، وتصبحوا يا رب دايما على الف خير.